الرحمن الرحيم. نريد كلمة إلى ثوار سوريا المجاهدين الذين يقاتلون الطاغية في سوريا لإسقاطه وليأخذوا منه حريتهم، ولتعلو كلمة أن لا إله إلا الله في سوريا، ولتعود بلاد الشام موحدة وموحدة لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله إمام المجاهدين والغر المحجلين. فالحرية لا توهب ولا تؤخذ، وإنما الحرية تنتزع انتزاعا. والشعب السوري هذا الشعب المبارك العظيم منذ 50 عاما وحريته مصادرة، وحريته يصادرها عصابات متوحشة، عصابات طائفية حاقدة على الشعب السوري، حاقدة عليه لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا الشعب بلغ القهر والظلم الذي يتعرض إليه منذ 50 عاما مداه، فخرج إلى الشارع وخرج إلى الميادين، وخرج وهو يهتف وينادي الموت ولا المذلة. الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إعدام بشار، الشعب يريد استعادة حريته السليبة المصادرة على أيدي هذه العصابات المجرمة. فكانت ردة فعل هذه العصابات بأن قامت بقتل الأطفال والنساء والرجال دون شفقة ولا رحمة، فقامت باعتقال الأطفال وخلع أظافرهم وإطفاء السجائر في أجسادهم الغضة الندية، وقاموا بذبحهم وتقطيع أوصالهم دون شفقة ولا رحمة. فهذه العصابات هي خارج النسق الطبيعي للبشرية، فهي تعادي الحرية ولا يمكن أن تقبل بها، لأنها أصلا مغتصبة لحرية الشعب السوري، وهي تتغطى بشعارات براقة، شعارات الكذب والخداع والتضليل، شعارات المقاومة والممانعة. لا تريد للشعب السوري إلا أن يبقى مستعبدا، تريده أن يبقى ذليلا مهانا، تباع دياره وتسلم لأعدائه دون أن يعترض على ذلك، كما فعل المجرم الكبير الذي خلف هذا المجرم الأول حافظ الأسد الذي سلم الجولان لليهود وورث سوريا لولده بشار ليفعل فيها الأفاعيل، وكأنه يرث من أباه مزرعة خاصة، وكأن الشعب السوري ليس له وزن ولا قيمة ولا اعتبار ولا وجود. فها هو يقتل وها هو يذبح لأن الشعب السوري يريد حريته. كيف يطالب بحريته؟ فكل من يطالب بحريته هو خائن، هو عميل، هو ضمن مؤامرة كبرى، وأكبر مؤامرة تعرضت لها الأمة في العقود الماضية هي مؤامرة تسليم الحكم في سوريا لهذه العصابات العلوية الطائفية المجرمة التي تحقد على الأمة وتحقد على تاريخها، تحقد على ثقافتها، تحقد على عقيدتها. ولكن نقول لهذه العصابات هيهات هيهات، النصر قادم، الفرج قادم،
الحرية قادمة. الشهداء سيقتلعونكم من جذوركم، فنحن على أبواب النصر الكبير والفتح المبين. نحن على أبواب الفرج القادم، على أبواب الحرية التي يدقها الشعب السوري، على أبواب هذه الحرية الذي يدق على بابها الشعب السوري بيده المدرجة بالدماء. وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. فاصبروا يا شعب سوريا، اصبروا أيها المجاهدون، اصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ولا تستغيثوا إلا بالله رب العالمين. فنحن في الربع الساعة الأخير، فنحن في الربع الساعة الأخير، فنحن في الربع الساعة الأخير، وفي آخر النفق. نحن على أبواب النصر الكبير وهو آت لا محالة. اصبروا، والسلام عليكم يا شعب سوريا. السلام عليكم أيها الأحرار، أيها الأطهار، وأيها الأخيار، أيها الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.